السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل على كل اخواتنا وحبايبنا متابعين مصطفى وامل وسطح مصطفى وامل. صباح الجمال على كل حبايبنا. كل سنة وانتم طيبين بشهر مفترج، شهر رمضان الكريم. والله العظيم بيجري يا جماعة، وطول ما انتم معانا فهو بيجري اكتر. معانا ايه بقى واحنا طالعين النهارده؟ هنتكلم معلومات عن الطيور. اول ما بنطلع كده يا جماعة معانا ايه؟ زي ما انت شايف كده بواقي اكل. بنرش كده بواقي الاكل، اللهم بارك يا رب العالمين كده للطيور. طبعا بواقي الاكل مفيده جدا وحلوه وكويسه بالنسبه للطيور. ليه بقى؟ لان احنا مش كل مره هنفضل نوكل في علف في علف في علف. لازم نغير يا جماعه الاعلاف ديت ببواقي الاكل. بواقي الاكل ديت مفيده زي ما قلت لكم، كويسه جدا للطيور، بتغير المعده وبتفتح الشهيه، بحيث ان انت لو حطيت له كل شويه علف ما يمرضش منك ولا يتعب منك. زي انت كبني ادم كده، لو اكلت كل يوم لحمه ايه اللي هيحصل لك؟ فطبعا يا عم مش هيجيلك اي حاجه، هتزهق. تمام؟ فانت لازما هنا تنوع للطيور بتاعتك على قد الامكان وعلى قد ما تقدر. لازما توفر لهم على العلف. وبالنسبه للبيض الحمد لله رب العالمين يا جماعه، البيض اللي احنا كنا عارضينه اتباع بفضل ربنا. اخواتنا وحبايبنا جم خدوه. طبعا يا جماعه انا ما ببيعش حاجه غير للمتابعين، علشان بس نبقوا كده ايه على صرحه وعلى افتراض. ما بنبيعش اي حاجه من على سطح مصطفى وامل غير للمتابعين فقط لا غير. تمام يا جماعه؟ تعالوا دلوقتي نخش نكشف على بيض الوز، علشان انا دلوقتي شاكك في بيض الوز. فتعالى نشوف احنا هنعمل معاه ايه. دخلنا كده نسمي الله. احنا عندنا يا جماعه هنا وزتين راقدين. حلو الكلام. تعالى كده نتفرج كده مع بعضنا. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا عندنا الوزتين اهمت. تعالوا نشوف، لان الوزه دي انا شايفها بتسيب البيض ده هنا يا جماعه كده. شايفين البيض ده كده عامل ازاي؟ فهو كده مش متدفي، فاصبح كده ان البيض ده هيبوظ. تعالى نكشف كده عليه. بس الاول نعمل ايه؟ الاول نمسك الوزايه بتاعتنا، ماشي، نسمي الله ونطلعها ايه بره كده خالص. حلو الكلام. نكشف على الوز البيض ده بتاعنا ازاي يا جماعه؟ هنكشف عليه بظهر الكشاف بتاعنا كده. يا رب يكون واضح. بظهر الكشاف في الحته اللي هي الايه العريضه كده. واضح كده معاكم؟ استنوا كده يا جماعه عشان اوضح لكم اكتر. كده يا جماعه واضح كده معاكم؟ ده رايقه، البيضه ديت رايقه. طيب تعالى كده نشوف بيضه تانيه. طبعا معلش على التصوير علشان انا بصور، والله العظيم بصور لوحدي يا جماعه. اهو دي برضو رايقه. طيب بتتعرف ازاي؟ لو هي فيها عروق. هحاول دلوقتي على قد ما اقدر اكشف على البيض ده كله وارجع اقول لكم الدنيا فيها ايه. طبعا يا جماعه لقينا الوزايه ديت البيض بتاعها كله تحتيها بايظ. تمام الكلام. هنخش كده على الوزايه الثانيه اللي احنا لسه مطلعينها ديت. هنشوف البيض بتاعها هل هو بايظ ام سليم. هنسمي الله بالراحه كده، وبرضه هنطفي الكشاف ده اهو علشان بس كل حاجه تبان معانا، وهنقيد الكشاف ده. طبعا يا جماعه بص يا اخواتي، انا دلوقتي لقيت البيت ده كله بايظ. فانا طبعا بحب اطلع اقول قدامكم كل حاجه واطلع صارحكم بكل حاجه. هل الوز بقى اللي معرفش يدفي البيت كويس، ولا الدكر اللي كسره فاضي؟ فطبعا يا جماعه انا عايز من كل اخ من كل اخت عندهم خبره كويسه جدا بالنسبه للوز، يا ريت يعرفنا هل هو ده من ايه، وايه السبب اللي يخلي البيض كسره فاضي. طبعا كده الوز دخل يرقد ما لقاش بيض. ليه بقى؟ لان انا البيض بتاعه كله اخدته كده قدامكم اهو، ده كده هيترمى خلاص. طيب ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ اللي انا هطلع الوزتين اللي جوه دول وادخل دول مكانهم، الذكر والانثى ديت. طيب ليه يا مصطفى؟ يمكن ربنا يعوضني في دي. انا طبعا يا جماعه بطلع احب اقول كل حاجه قدامكم بمرد الله، كل حاجه بتعدي عليا فانا بحب اقولها لكم. تمام؟ ما بحبش اكذب على حد. اللي انا بقى اقول له ايه ده البيت طلع وكسره مليان وبعته والحاجات ديت بيني وبينكم ربنا. ليه؟ لان انا عايز استفاد منكم. يعني عايزكم تقولوا لي انا اعمل ايه. الذكر والانثى ده يا جماعه بيبيضوا لي هنا في الاوضه اللي هي ايه بتاعه الفراخ هنا، بيبيضوا لي هنا كده زي ما انت شايف. ديت بيضه وزه برضه والله بتاعتها، انا ولا بشيل ولا بحط. ده البيضه اهوت اللي انا هرميه دلوقتي. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ هدخل دول معاكم والله المستعان. كده زي ما انت شايف انا كده طلعت الوزتين اهمت. تمام؟
وربنا يعوض عليا فيهم، وربنا يعوض عليا في البيض اللي هم بوظوه. والله انا ما اعرف بقى البيض هم بوظوه ولا الدكر اللي كسره فاضي. بس الدكر يا جماعه كان معمر عندي وكان شغال عندي، فهل هو ممكن كسره بعد كده يبقى فاضي؟ الله اعلى واعلم. طيب تعالى بقى نشوف الدكر. انا حابسه كده في الاوضه اهوت، هو والوزه الثانيه هندخلوهم دلوقتي مكانهم علشان الوزه ديت بتبيض عندي. تمام، وربنا يعوضني فيها خير. هو سبحان الله مش الوز لوحده، حتى الروميه ديت والله العظيم كانت راقده على بيض والبيض برضو بتاعها باظ. فهو نصيب وقدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال. من ايه بقى؟ الله اعلى واعلم. فانا مش عارف حتى الرومي ده يا جماعه، يعني الرومي ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى طالع عندي كله رقد في المكان. يعني الرومي اللي انت شايفه ده طالع عندي رقد كويس يعني، وكسره مليان وكسره عمران. والوز ده انا كنت شاريه من السوق عمر ايام من سنتين. تمام، كنت شاريه عمر ايام وطلع عندي واشتغل عندي وبسم الله ما شاء الله. بس من ايه بقى هو الغلط ده؟ انا والله العظيم ما اعرف. فهو اللي يعرف اي حاجه يا ريت يعرفني ويا ريت يقول لي اعمل ايه علشان الوز ده يبقى كويس واشتغل عندي، والرومي يبقى كويس واشتغل عندي. هل هو في هنا غلط؟ يعني في هنا غلط في الرقد او في غلط في التخصيب؟ الله اعلى واعلم. الرومي يا جماعه لما كان شغال عندي وكانت راقده عندي مطلعين لي كتكوتين، وبقيه البيض كان فيه تخصيب. مره واحده لقيت البيض برضو باظ. هنقوله مثلا من الروميه، بس الروميه ديت شاطره عندي خالص في الحضان، يعني بترقد كويس جدا جدا جدا. بس الله اعلم دي من ايه. فانا بصراحه مش عارف هل ممكن مثلا يكون فار بيخش يقلقهم او مثلا بيخش يعضهم، فانا برضو مش عارف. فاللي يعرف يا ريت برضو يعرفنا. وبكده يبقى احنا دخلنا برضو الوز بتاعنا اهوت الاوضه. الله المستعان. انا حاطط لها طبعا يا جماعه هنا هوريكم دلوقتي، حاطط لها بيضه بايظه بحيث ان هي تنقي قفص من الثلاثه وتبيض فيه او ترقد فيه. حاطط لها هنا بيضه بايظه شايفينها؟ تمام، الله المستعان. وربنا يا رب يعوضني خير ويعوض صبري خير فيهم. طبعا انا عندي الدنيا هنا فيها امان خالص. يعني ايه امان؟ يعني هنا ولا فار بيخش ولا في اي حاجه. الاوضه عندي متقفله كويس، نسبه التهويه بتاعتها كويس، شباك اهوت مسدود وشباك اهوت مفتوح بسم الله ما شاء الله. وساعات بفتح لهم الشباك ده علشان يدخل اكسجين، والشباك اللي في وشه يخرج الاكسجين. فانا برضو مش عارف. انا والله العظيم الموضوع برضو بيزعل، اللي انت بتبقى مرقد حاجه وتلاقي البيت كله فاضي. طيب فاضي من ايه؟ في حد شار عليا قال لي من القفص، قال لي يا مصطفى القفصان ده اهي بتبوظ البيض. تمام، فانت كده وجهة نظرك بالنسبه لي صحيحه 100%، لان الذكر كسره معمر. وانا هوريكم يا جماعه انا ممكن احضن بيض الوز ده اهو تحت اي حاجه راقده عندي تانيه، واوريكم كسر الوز ده هيكون معمر ولا لا ان شاء رب العالمين. يبقى انت اللي قلت لي القفصان ده اهي بتبوظ البيض، فانا برضو بقول لاي حد من اخواتي، من اي حد اللي متابعين مصطفى وامل، بلاش ترقدهم في القفصان دي. لان انتوا شايفين الوز بتاعي منزل الريش وكنت ماليله القفصان قش ومنزل الريش كده، والدنيا عنده جميله خالص اهو شايف. يعني مش عارف ايه، انا كنت حاطط قش زي كده. تمام، فهو بقى من القفص يكون ضيق عليهم، عايزين حاجه تانية تكون كبيره عليهم تكون واسعه، الله اعلم. تمام، بس انا من وجهه نظري ان فعلا القفصان دي هي اللي بتبوظ ايه البيض. بس مش عارف، انا كان عندي حاجات مرقته في القفصان برضو وكانت طالعه. فانا هنا الله اعلم برضو. والله العظيم يا جماعه انا في الفيديو ده بجد محتار، في الفيديو ده مش عارف برضو اقول ايه. والله ما انا عارف اتكلم. انتوا اللي انتوا شايفينه قولوا لي. فانا النهارده في الفيديو بصراحه عكنني وما نزلناش للحمام وما قلناش اي معلومه خالص بالنسبه للحمام، مع ان انا كنت جايب لكم يعني معلومات جميله جدا بالنسبه للحمام وحاجات بنحطها اضافيه علشان خاطر الامراض، عشان اللي عنده انواع كويسه او انواع غاليه الحمام ما يموتش منه ولا يمرض منه ولا يجيله سالمونيلا. كنت كل ده بصراحه ناوي اقوله لكم في الفيديو ده، بس والله العظيم الوز ده اهو عاكني المزاج النهارده. تمام، ما علينا. ان شاء رب العالمين انتصروا معانا في الفيديو القادم. الفيديو اللي بعد ده على طول ان شاء الله هنتكلم شوية كلام كويسين جدا بالنسبة للحمام، ويلا بينا نتفرج على الحمامتين اللي احنا جبناهم جداد ووصلنا لايه وعملنا ايه في الأوضة.
كل حاجه هنشوفوها مع بعض خطوه بخطوه في الفيديو الجاي ان شاء الله. انا مش هطول عليكم اكتر من كده، يا ريت اللي قاعد معانا يعمل لنا لايك واشتراك في القناه علشان يوصل لك مع مصطفى وامل كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.